فيما يخص موضوع الحسابات أريد أن أعطي خبرا يقينا اليوم أن 4 نقاط يعني التعادل أمام النمسا يؤهلنا رسميا إلى الدور الثاني بعد نهاية مباريات اليوم. لماذا؟ تعلمون جيدا بأنه فيه 8 منتخبات ستتأهل من أصل 12 مجموعة، هذه تأهل كصاحبة أفضل مركز ثالث. اتفقنا على هذه النقطة. أوكي، عندك الآن 4 مجموعات يجب أن تقصيها حتى تكون ضمن المجموعات 8 المتبقية. أنت لما تتعادل مع النمسا يصير عندك 4 نقاط. لحد الآن في 3 مجموعات أصحاب المراكز الثالثة عندهم 3 نقاط. كوريا الجنوبية عندها 3 نقاط، اسكتلندا والسنغال. هذو في 3 مجموعات عندهم 3 نقاط، يعني أنت أفضل منهم. السنغال. نعم بارك الله فيك. في مجموعة أخرى كاين منتخب اسمه الباراغواي عنده 4 نقاط، لكن عنده ناقص 2 تماما مثل حسابات المنتخب الوطني الجزائري. لو تتعادل الجزائر بنتيجة إيجابية أمام النمسا 1-1 2-2 3-3 فالتأهل مباشرة يحسم لمصلحة الجزائر. إذا تعادلنا 0-0 سنكون نفس الإحصائيات مع منتخب باراغواي، سواء في الأهداف اللي سجلناها أو الأهداف اللي تلقيناها. عندنا ناقص 2 بنفس عدد الأهداف المسجلة ونفس عدد الأهداف اللي تلقيناها، سجلنا 2 وتلقينا 4. الفيفا ستعمد إلى حساب اللاعب النظيف. اللاعب النظيف نحن أفضل منهم لأنهم لحد الآن يميدوا عندهم بطاقة حمراء لألميرون. نعم، وعندهم 7 بطاقات صفراء. الحين احنا نحوزوا واحدة ولا 2 فقط لأنه ضد الأرجنتين ما عندنا ولا بطاقة. نعم بارك الله فيك ميدو. إذا تعادلنا معهم في اللاعب النظيف الفيفا ستذهب إلى مقارنة الفريقين من حيث ترتيب الفيفا للشهر السابق. إذا كان نفس الترتيب الشهر الذي قبله، احنا عندنا المرتبة 28 وما في المرتبة 41، يعني احنا أفضل منهم. يعني اليوم نستطيع القول بأن المنتخب الجزائري غير مطالب بالفوز على النمسا، يكفيه التعادل. ننتظر الآن بقية اللقاءات. لماذا؟ لنكتشف هل يمكننا التأهل حتى لو خسرنا أمام النمسا، هذا ما ننتظره. أما التأهل ب4 نقاط فصار الآن تحصيل حاصل. التعادل أمام النمسا يؤهلنا كصاحب أفضل مركز ثالث مع ال8 المتأهلين. مباراة غريبة الأطوار. كيف المنتخب النمساوي يفوز أو يتعادل نفس الشيء بالنسبة له، يعني ما كاش فرق بين التعادل والانتصار، ما يربح ولا شيء من الفوز. باغي يصدق عليك ولا كيفاش؟ لا خليني نواصل. علاش قلت لك مباراة غريبة الأطوار؟ المنتخب النمساوي ما يستفاد ولا شيء من الانتصار، بالعكس لو كان يخسر المباراة يغادر البطولة. ما عندوش المركز الثالث المنتخب النمساوي بنسبة كبيرة، بنسبة 99.99%. الفوز أو التعادل يعني مواجهة إسبانيا، يفوز أو يتعادل يمشي مباشرة لمواجهة إسبانيا. إذا فازت إسبانيا طبعا على الأوروغواي وهو الاحتمال الأكبر. في حالة الخسارة يغادر. بالنسبة للمنتخب الجزائري الحسابات معقدة، يفوز يواجه إسبانيا، المنتخبات تلعب من جهة الانتصار، لكن تفوز تروح تواجه إسبانيا وتقصي النمسا تثأر منها 82 تخرجها من المنافسة. تتعادل تواجه منافس أقل من إسبانيا، تواجه ربما سويسرا أو مصر، تقدر تواجه سويسرا تقدر تواجه مصر. الخسارة تخرج بنسبة كبيرة من المنافسة. قلت لك حسابات غريبة جدا بين المنتخبين السويسري والجزائري في هذه المباراة. أنا نقول فريقنا راح يحسن الناحية الخلفية، راح ما يغامرش بزاف نلعبوا، لأنه قلت لك الفريق النمساوي فريق بطيء، فريق اللي عنده سيرتو احنا اللاعبين تاعنا يسون تكنيكمون بيان ويسون رابيد، نقدروا نغبنوا في هذا الكوتي. مي لي دو زيكيب ولا المدربين ما راحش يغامروا بزاف. هو يلاسير مي لا طونك اي غلطه راح يسجل. بل تقول لي لازم نلعبوا التعادل احنا هما نو جو بونس كو لو ماتش راح يكون فيه اهداف و جو بونس ما يخلص بالتعادل. قاسي سعيد قال رانغنيك دائما نعود لفضيحه خيخون، لكن هذه المباراه ليست لها علاقه بمباراه الغد، ولا اعتقد ان مقابله 82 ستؤثر على ما سيحدث غدا. هل عندها ظلال خلفيات ام لا؟ شوف اللاعبين يعني تاع المنتخب النمساوي ولا حتى المنتخب الجزائري ما عندهم حتى دخل. تبقى هذه للتاريخ الفضيحه تاع المنتخب الالماني
والمنتخب النمساوي تبقى. لكن شاهدنا بعض لاعبي 82 مثل نور الدين قريشي، صلاح عصاد، الأخضر بلومي تحدثوا عن هذه الفضيحة. الأخضر بلومي طلب بصراحة من اللاعبين بضرورة الانتقام من المنتخب النمساوي. وانا نطلب بصراحة ما يلعبوش على الانتقام، ما تدخلهمش في هذه المتاهات هذوما، لعبوا باش ديروا نتيجة إيجابية اللي تخليكم تمشيوا للدور. لكن ربما هذا يكون حافز إضافي قاسي السعيد، أنك تثأر من منتخب النمسا الذي حرم الجزائر من التأهل لأول مرة في تاريخ الدور الثاني. تكلمنا 2014 الانتقام على المنتخب الألماني وخرجنا من مقابل واحد. أنا نفضل تدخل تلعب باش دي نتيجة إيجابية وخليني من الانتقام. هذيك عندها تقريبا شحال أكثر من 40 سنة. نعم تفضل سامر. انت قلت 3 نقاط وكنت تهضر على صاحب 4 نقاط احنا نتكلفوا عليها. جو بونس كو 3 نقاط صاي محسومه، لانه ما كانش دي بلاص تسيزاو بزاف. نقول باللي قبل اليوم كنا نتكلم على كيف احنا نلعب مقابله النمسا، لانه 3 نقاط تاهلنا اليوم، 3 نقاط صعيبه بتاهلنا. نعم. الان الامر الحتمي انك تبحث عن الفوز، لانه تلاقي اسبانيا ولا فرنسا لازم تأهل. نعم. لانه تبقى مقابله يبقى عندك حظ. الاحسن نعم. انا نقول ندخل مقابله من اجل الفوز. نعم. بيتكوفيتش قال بان عمورة لن يكون متاحا في مواجهه النمسا، ولكن الاخبار التي بحوزتنا ان عمورة قد يكون متاحا بنسبه كبيره اذا تأهلنا الى الدور السادس عشر. تحدث أيضا عن إصابة بن سبعيني في بداية مباراة الأردن، وشاهدنا في بعض اللقطات بن سبعيني كان يجري متعرجا، كانت تظهر عليه آثار الإصابة. قال المدرب يعني فضلنا الإبقاء عليه في تلك المواجهة، ولكنه الآن في أتم الجاهزية. طبعا بيتكوفيتش تحدث عن صعوبة مباراة النمسا، وقال بأننا سنلعب الكل في الكل من أجل ضمان التأهل، وقال بأنني أنظر دائما إلى الكأس المملوء، الجانب المملوء من الكأس، وبأني أنظر بإيجابية إلى كل الأمور، ردا على سؤال فيما يخص الانتقادات التي طالته في المدة الأخيرة. حتى في ندواته ومؤتمراته الصحفية بيتكوفيتش لا يدخل في الجدل قاسي السعيد، حتى لما طرح عليه سؤال ساخن أو سؤال صعب يجيب ببرودة شديدة ويتهرب أحيانا من الإجابة على الأسئلة التي قد تصنع الجدل. عنده الخط الكروي بيتكوفيتش، مدرب أوروبي محمد، مدرب اللي قعد تقريبا 7 سنوات مع المنتخب السويسري، إنسان ما يتقلقش، عارف وين ماشي وعارف وين ماشي. نظن لهذا خلاه يقعد 7 سنوات. ومن بعد يتكلم على المباراة دائما يحط الخصم هو اللي راح يكون يعني المرشح بالفوز بالطبع. هذه واحدة من حيلات تاع المدربين اللي يخليك تدخل في ثقة كبيرة. نعم. بعد كل شيء ممكن فوق أرضية الملعب محمد. نعم. كل شيء ممكن. أمين قال قدمنا مباراتين رائعتين، خسرنا واحدة وفزنا في الأخرى. أنا شخصيا لا أتفق معه بأنه قدم مباراتين رائعتين. مباراة الأردن أوكي خاصة في الشوط الثاني، لكن مباراة الأرجنتين لم نكن في يومنا. بصح لعبنا مليح. لعبنا مليح محمد، ما كناش نلحقوا المرمى، لكن لعبنا مليح، قدمنا مباراة نظرا للفوارق الشاسعة بين الأرجنتين اللي هي بطل العالم. ما تنساش أنك الجزائر ولست البرازيل، لست هولندا، لست إيطاليا، لست فرنسا، لست إنجلترا، لست ألمانيا، لست إسبانيا، أنت الجزائر. يجب أن تعرف من أنت حتى تحسن تقييم مردودك أمام المنتخب الأرجنتيني، لأنه لما تشاهد قطاع كبير من الجماهير ينتقدوا أداء المنتخب الوطني أمام المنتخب الأرجنتيني وكأننا نحن البرازيل وخسرنا مع الأرجنتين 3-0. قدمنا أداء جيد، ولكن لسوء حظنا واجهنا لاعبا اسمه ليونيل ميسي، ولسوء حظنا أيضا أن الحكم لم يكن في يومه. باش ما ندخلوش في متاهات كان معاهم ما كانش معاهم، نقولوا لم يكن في يومه. كانوا عندنا 3 بطاقات حمراء على الأقل لازم يمدهم المنتخب الأرجنتيني، ما مدهمش. أنا أخي العزيز لما طرد لي ليونيل ميسي في الدقيقة 30 أنا نقول لك أنه الجزائر لو كان طرد ميسي في الدقيقة 30 تفوز على الأرجنتين بنتيجة كبيرة. الأرجنتين تنحي لهم ميسي، تلعب لهم تكمل لهم شوط وربع ساعة كاملة من المباراة دون ليونيل ميسي، نربحهم بنتيجة كبيرة. ولكن هذه كرة القدم، في آخر المطاف الأرجنتين فازت علينا 3-0. احنا انتقدنا اللاعبين بين قوسين، ما انتقدناهمش على الأداء، انتقدناهم على
غياب الحراره غياب الحراره، غياب القتاليه. من غير المعقول انك تروح تطلب قميص ليونيل ميسي قبل بدايه المباراه، هذا مرفوض تماما. ولو انه تبقى مجرد ذكرى. اللاعبون عوضونا بعد ذلك وفازوا على المنتخب الأردني وأنعشوا حظوظهم كاملة من أجل التأهل إلى الدور الثاني. إن شاء الله نتأهلوا أمام منتخب النمساوي بعدها لكل حدث حديث. نعم تفضل. نتيجة شوف في كرة القدم لما تكون نتيجة سلبية تغطي كاع الأمور الإيجابية. ديفوا وين تربح ويكون كاين صوالح بالك سلبية ما تشوفهمش. نعم. النتيجة تغطي. أنا نقول باللي واش قال لك خسارة بالك تعطنا درس للاعبين باللي يعاودوا حساباتهم، لأنه قلنا المقابلة الودية عطاونا بزاف واحد الضمانات. عاودوا رجعوا لكأس العالم نتيجة إيجابية ب2 أمام الأردن اللي تخلي الحظوظ مازالها. وأنا نقول إن شاء الله اللاعبين عليهم إلا الميدان من أجل رد الإيجابي. هذا هو الصح. نعم. رالف رانغنيك مدرب المنتخب النمساوي والآخر تحدث يا قاسي سعيد في المؤتمر الصحفي وقال: لا أحد يعرف الترتيب النهائي للمجموعة، لكن من دون شك سنلعب من أجل الفوز وليس من أجل التعادل. هذا الرجل يريد إخراجنا من المنافسة. محمد أي مدرب يتكلم بهذا الكلام. ما يجيبش يقول لك ندخل نلعب على التعادل، من المستحيل. مدرب محترف، مدرب اللي عنده التركيبة البشرية تاعو يعني قوية جدا، يقول لك ندخل نفوز. هذا شيء عادي. بالنسبة للمنتخب النمساوي الفوز أو التعادل سواء. يفوز 100-0 يبقى في المركز الثاني، يتعادل 100 يبقى في المركز الثاني. واش يقول ندير تعادل مع المنتخب الجزائري؟ ما قلتلكش يقول، لكن قلت لك يعني الفوز يبقيه في المركز الثاني والتعادل أيضا يبقيه في المركز الثاني. نفس الشيء بالنسبة للنمسا، يعني تفوز أو تعادل نفس الشيء. ولكن لما تفوز تكون الثقة عندك أكثر. محمد أي مدرب، أنا قلت لك هو معنا سمير هناوي يدرب، أي مدرب ما يقولش ندخل نلعب على التعادل، لأن لو تلعب على التعادل محمد إذا ما درتش تعادل تقدر تخسر. لكن كاين شيء مهم يجب الإشارة إليه. المنتخب النمساوي الفوز أو تعادل سواء بالنسبة له، لكن خسارته أمام المنتخب الجزائري قد تقصيه من المنافسة. يعني هو يلعب على فرصتين، يفوز راه في المركز الثاني، يتعادل نفس الشيء راه في المركز الثاني، لكن لو يخسر ما ياخذ لا المركز الثاني لا المركز الثالث، يخرج من المنافسة. الفريقين يدخلوا بحسابات، ما راحش يغامروا 100%، لانه نتيجه ايجابيه نتيجه تعادل تخدم الفريقين. ما نقولش كي نقول هكذا ما كاينش لونجاجمون، كاين لونجاجمون، كل فريق يلعب لا شونس تاعو، ما يغامروش بنسبه كبيره، لانه التعادل راح يرضيهم. انا نقول باللي واش هضر لك بلاتين على نقاط ضعف الفريق النمسا دابري واش شفت لي دو ماتش، سيرتو لو ديرني ماتش مع الارجنتين، ضعف ولا بطء الدفاع تاعو في العمق. لانه لما تشوف المنتخب الارجنتيني كان يسير في اللقاء، كل ما يكسليري يلحق فاس فاس، كل ما يكسليري ويلحقوا. ما كانش كاين ريزيستونس. وقوتهم سمع، لا تعتقد بانها